السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكشك الصعيدي، هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا بدل ما نشتريه من بره. واللهم بارك، الكشكاية طعمها بجد تحفة، وكمان خفيفة جدا ومش معضمة. وهقولك كمان على طريقة حفظها سنة كاملة. يا ريت بس تتابعيني لحد الاخر، ويا ريت لا اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. اللهم بارك. شايفين دايبة ازاي ومش معضمة؟ تعالوا بقى نشوف احنا هنعمله ازاي، بس في الاول هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا النهارده هعمل معاكم 2 كيلو قمح. هقولك الكيلو القمح بالظبط اخد معايا قد ايه لبن حامض، بس يا ريت تتابعيني بس للاخر. في الاول هتنقي القمح اللي معايا قمحية بلدي، اي نوع قمح هينفع معاكي. بس اهم حاجة قبل ما تشطفي القمح هتنقيه، علشان بيبقى فيه كده زلط وكمان فيه هش خفيف، الهش هيطلع معاكي في الغسيل. لازم بقى في الاول هننقي القمح كويس من الزلط ومن الشعير. الشعيرة بتبقى تقيلة جدا زي القمحاية، مش هتطلع على الوش، اللي هيطلع اللي هو الخفيف الهش زي ما انت شايفاه كده. اهم حاجة بقى تحت الحنفية ونشطف القمح مرتين تلاتة لحد ما المية تنضف خالص. انا في الاول كده هصفي المية علشان الهش يطلع ما يركنش معايا على المصفى من فوق. وبعد كده انا هشطف القمح كذا مره لحد ما الميه تنضف خالص وميبقاش فيها هش، وكمان ميه القمح تبقى نظيفه جدا زي ما هتشوفوها معايا. خطوه سهله جدا وبسيطه ومش محتاج ان احنا ننقع القمح، احنا هنشتغل فيه على طول. لو انت عامله كميه كبيره انقاع القمح 5 ساعات علشان تضطر معاكي وكمان ما تاخدش معاكي وقت في السوى، بس انا علشان كميه اقل فاشتغلت فيها على طول. بعد كده حطيتها على النار وزودت ميه فوق القمح، بس ما شاء الله القمح استوى وشرب الميه كلها. لو الكميه بتاعتك كبيره زودي ميه فوق القمح بكتير، القمح هيستوي وهيشربها. ننزل القمح انت بقى لما نلقى القمحيه كده فتحت وفشرت، تبقى كده القمحيه استوت علشان الكشكايه ما تبقاش معضمه. اللهم بارك، انا شفته كده لقيت القمح هنا مفشر، ما تسوفش قوي ويضطر معاكي. اول ما تلاقيه فتح معاكي كده هتوقفي، وبعد كده هصفيه من الميه واخده تحت الحنفيه كده واشطفه علشان النشا اللي هو فيه، علشان ساعه ما اجي انشره ما يلزقش على الملايه. وبعد ما اتصفى كويس في المصفى خدته على الشمس وفرشته، وهنسيبه بقى لما ينشف. اخد معايا يومين في الشمس، بس لما الشمس مشت من عليه كنت بدخله تحت المروحه في الصينيه، وبعد كده بطلعه تاني يوم في الشمس لحد ما نشف. انا بقى عملتهم في البيت على الكبة علشان هي كمية قليلة، بس انت لو عاملة كمية كبيرة هتاخديها المكنة. انا بقى حطيت في الكبة كده ما كترتش ولفة والتانية وكنت بوقف، وبعد كده نزلتهم من الغربال. هتلاقي بقى في الغربال من فوق قمحاية لسه ما اتكسرتش، هتعوديها تاني على الكبة ولفة والتانية وتوقفي. هتفضلي تعملي كده لحد ما الغربال ما يبقاش فيه حاجة خالص. الغربال يا جماعة اللي احنا عملنا بيه الكسكسي مع بعض قبل كده، وده المنخل العادي اللي بننخل بيه الدقيق، ما طلعش كتير ناعم، اللي هما الشوال اللي في الطبق، وبنحتاجهم كده كل ما نعمل كفتة هنضيف منهم معلقتين. انا هنزلهم مرة تاني من الغربال علشان اتأكد ان هما مفهومش قمح. انا لو عملتهم في المكنة يعني لو كمية كبيرة هتيجي بقى الدشيشة وحدها والنعمة وحدها. انا عملته في البيت بالكبة علشانك، علشان تشوفي ان هو مفهوش حاجة صعبة، بس هو فيه خطوات كتيرة، بس اهم حاجة ان النتيجة هتطلع في الاخر مظبوطة. بجد انا عايزاكي تجربيه، طعمه بجد تحفة واحلى من اللي احنا بنشتريه من بره بكتير. وكمان الحاجة انت بتبقى عاملاها في البيت متأكدة ان انت عاملاها بايديكي ونظيفة جدا. انا من عشاق الكشك، واللي بيحب الكشك زيي يدعمني. الكشك المطبوخ او الكشك المقلي بيبقى تحفة، وانا شارياه ما كنتش ببقى مطمنة علشان انا بحب اشوف كل حاجة بتتعمل قدامي، فحبيت ان انا اعمله في البيت وافرزه، وكل ما احتاج منه بقى اطلع واعمل. انا علشان اتاكد كمان هنخله مره تاني، بس ما لقيتش حاجه خالص طلعت من تحت المنخل لان انا نخلاه قبل كده وطلعوا النعمه منه. شايفين بقى النعمه يا جماعه اللي انا قلت لك ان احنا هنحطها في الكفته، يعني ما فيش حاجه خالص بتترمي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نشوف اهم خطوه. انا نزلت على الدشيشه بميه مغليه بملح علشان الدشيشه تحيق معانا وما تعفنش، وكمان طعمها ما يغيرش خالص ولا يخش لها اي سوسه. الميه قد ايه؟ الميه على حسب الدشيش، هتقلبي تنزلي بالميه بملح مغليه وتقلبي لحد ما يبقاش معاكي ميه خالص في الدشيشه، وتسيبيها ساعه وترجعي تكملي بقيه العجين. يبقى احنا كده في الاول حيقنا الدشيشه علشان الحياء يبقى مظبوط وما تعفنش ولا تسوس معانا حتى لو فضلت معانا سنه كامله. وبعد كده نزلت باللبن الحامض
انا نزلت في الاول بكيلو ونص وقلبت، ولقيت الدشيشة لسه محتاجة، فنزلت باللبن واحدة واحدة، يعني ما نزلتش باللبن مرة واحدة. الكشك الصعيدي ما بيتعملش بلبن حليب او لبن رايب او زبادي، بيتعمل على طول بلبن حامض. بنلم كده اللبن الحامض ونخليه يجمد معانا زي ما انتوا شايفينه كده، وبعد كده بنعمل بيه الكشك على طول. انا طلعت المعلقة ونزلت بايدي علشان اظبط الكشك، طبعا ايدينا شاطفينها كويس ومتأكدين ان هي نظيفة جدا. وبعد كده سويته وغطيته على طول، وهسيبه بقى كده ليلة كاملة. يعني انا عملته الظهر وسيبته بقى لتاني يوم، قمت بقى تاني يوم الصبح لقيته اختمر زي العجين وريحته جميلة جدا. جبت بقى مية على اللبن الحامض وافك اللبن علشان اطري بيه العجينة، وكمان ابل ايدي كده واقطع. ويا ريت بقى تذوقي الحياء، ولو لقيتيه لسه عايز هتضيفي لبن حامض وتقلبيه على العجينة علشان الحياء هيبقى مظبوط. ولو الحياء مظبوط هتفكي اللبن بمية زي ما انا عملت كده وتطري العجينة. هناخد قطعة من اللي احنا طريناها ونكورها وبكفة ايدك من ورا وهتقطعي، التقطيع سهل جدا. هتوسعي بقى بعيد عن بعضه علشان يتهوى معاكي على طول وما يعفنش، وكمان ينشف وما ياخدش وقت معاكي. انا قطعته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه، ولو حابين اي شكل بقى تاني، لو حابه ان انت تعمليه كوره كده قد الليمونه الوسط، دي يرجع لك انت في الاخر. انا بقى هقطع الكميه كلها، والتقطيع مفيش اسهل منه بصراحه. يعني لو في كميه كبيره انا كنت قطعتها. اللهم بارك، سهل جدا وخطواته سهله جدا. هي خطواته كتير اي نعم، بس في الاخر بتطلع نتيجه تحفه. انت عاملاها في البيت، ريحته بقى جميله جدا وعجب ولادي جدا. ان شاء الله هتعمليه وهيعجبك جدا. انا بقى همسك كده بايدي من اللبن الحامض اللي انا عاملاه واقطع على طول. اخلص بقى القطعه دي بجيب غيرها لحد ما قربت خلاص اخلص الكميه قبل ما الشمس تطلع. لو انت عامله كميه كبيره هتقومي لها على طول بعد الفجر، هتصلي الفجر وتطلعي تعمليها علشان اخر ما تخلصي الشمس هتكون طلعت. انا علشان خاطر التصوير استنيت لما النهار طلع، وكمان الكميه معايا مش كبيره، بس اللهم بارك قطع الكميه بجد في الاخر عسل. حاولت كمان ان انا اقرب لك التقطيع على ايدك من ورا كده وتقطعي. بجد طريقه سهله جدا وسريعه. وانا كده خلصت الكميه. الكيلو بياخد قد ايه لبن حامض؟ بياخد كيلو. بس انا ما نزلتش بالاتنين كيلو كلهم مره واحده. انا خليك كده ربع كيلو بقى تطري بيها تاني يوم، وكمان اقطع بيها الكميه. اللهم بارك، كميه بجد تحفه. لو عامله بقى كميه كبيره حابه تفرزيها، هتشيليها في اكياس وتفرزيها تقعد معاكي سنه كامله. بس ما شاء الله ريحه الكشكايه تحفه، وكمان خفيفه جدا وهشه ومش كبسه ولا معضمه. سيبيه بقى لما ينشف فوق السطوح كويس جدا، ومن الليل لليل تغطيه بحاجة كده خفيفة علشان التراب. بجد تحفة. اخد معايا كده 5 ايام، خفيفة جدا وهشة. اتمنى بقى ان خطواتي تكون بسيطة وشرحي بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك واشتراك للقناة.